أفضل الأخبار في الفترة الأخيرة إن حساب QNB ببساطة بطل يتعامل مع شركة الماستر كارد وبقى يتعامل مع شركة فيزا. يعني أي حد هيعمل حساب ببساطة هياخد الفيزا كارد مش الماستر كارد. وإيه حساب ببساطة؟ أنا كنت شرحته لكم في الفيديوهات اللي في وصف الفيديو. ده حساب مختلف عن حساب QNB العادي. لو عمرك من أول 15 سنة لحد 21 سنة تقدر تعمل حساب الشباب، ومن بعد 21 سنة بيبقى اسمه حساب توفير، ومش مطلوب منك اي فلوس سواء في فتح الحساب او حد ادنى للحساب او حتى الحصول على البطاقة. طبعا كل ده ملوش اي مصاريف اداريه ولا هتخسر اي حاجه، وليه تطبيق تقدر تتعامل بيه اونلاين براحتك. وزي ما قلت لكم كل ده انا شرحته في فيديوهات سابقه هتلاقوها كلها في وصف الفيديو. لكن كان قبل كده الحساب ده بيديك بطاقه من نوع ماستر كارد، ودي كانت مشكله في استلام الفلوس من الباي بال. لكن مؤخرا هم بطلوا يتعاملوا مع الماستر كارد وبقوا يتعاملوا مع شركة الفيزا. طب واحد دلوقتي هيقول لي انا لو فتحت الحساب قبل كده ازاي بقى وانا معايا ماستر كارد اخد الفيزا؟ هل يكون معايا الاتنين؟ لا، ما ينفعش يكون معاك الاتنين. لازم من جوه التطبيق تقدم طلب ان انت عايز توقف البطاقة دي، وفي خلال 5 ايام هتلاقي مندوب بيتصل بيك بيقول لك انا تحت البيت ومعاه ظرف الفيزا كارد. بس اهم حاجة تكون سايب في حسابك 60 جنيه. لو عايز تسحب فلوسك اسحبها براحتك، بس تكون سايب 60 جنيه عشان دي مصاريف البطاقه، لان انت اوريدي خدت العرض المجاني اما جيت فتحت الحساب لاول مره. اما لو هتفتح الحساب اول مره خلاص هتبقى الفيزا مجانا. فلو انت عندك بقى حساب قبل كده زي ما قلت لك، المندوب هيجي لك على العنوان المسجل على التطبيق. يعني لو عايز عنوان مختلف انصحك تكلم خدمة العملاء او تراسلهم على الفيسبوك وتقول لهم العنوان بحيث ان هم يعلموا المندوب، او تستنى مكالمته وبعد كده تقول له على العنوان الجديد. اما لو في نفس عنوانك مفيش اي مشكله. طبعا حدود الفيزا دي هتبقى هي حدود الماستر كارد. لكن بقى لاي حد حصل على الفيزا انا لسه مقدم عليها، يا ريت يقول لنا تجربته هل ربطت معاه بيبال ولا لا. ان شاء الله اول ما توصلني الفيزا هعمل لكم فيديو كامل عنها، وهشوف بقى معاكم هل هتنفع معايا واقدر افعل بيها البيبال ولا لا، لان ده شيء هيفرق مع ناس كتير جدا وهيحل لكم كل المشاكل. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. اي حد معاه الفيزا دي طلعها يقول لنا تجربته مع البيبال عشان يفيد غيره. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.